انا باش نتكلم على ملاعبي موهبه كرويه تونسيه وهو خليل العياري. اي اللي كان حديث الصحافه الفرنسيه في الايامات الاخيره بعد تقديمه رسميا. وقع تقديمه رسميا في حفل بهيج وممتاز جدا. قولوا مبروك لخليل الملعب التونسي والكل، احنا الرياضيين فخر لنا الناس الكل. عقد إعارة لموسم في انتظار الصيف الجاي يقع تحديد المصير نتاعو. هنا فما ثلاثة فرضيات كابتن والأولاد. الفرضية الأولى أنه يقتنع لويس انريكي والإطار الفني لباريس سان جيرمان باللاعب ويقع هنا عقد طويل المدى، وهنا سينتفع اللاعب بطبيعة الحال والملعب التونسي والمنتخب الوطني، وهذا اللي نتمناه. الفرضية الثانية أنه لا يقتنع لويس انريكي، وبالتالي تفتح الابواب امام خليل العيار لانديه فرنسيه اوروبيه اخرى اقل مستوى والحظوظ كبيره. لاعب جاي من كبيره والعينين نتاع الانديه الفرنسيه اللي اقل مستوى من باريس سان جيرمان، نتكلم على اوسير، نتكلم على لونس وغيرها، عينيهم موجوده، وهنا ممكن امكانيه كبيره ياسر انه يقع انتدابه. باقي هنا خليل العياري والملعب التونسي والمنتخب منتفعين في اقصى الحالات اللي ما نتمناوهاش انه هذا الفرضيات الكل ما تصيرش ويعود الى الملعب التونسي. في الحاله هذه خليل العياري يكون استفاد من سنه تدريب على مستوى عالي، اكتشف البروفيسيوناليزم والمستوى العالي، يعود الى الملعب التونسي باكثر تجربه ثم يعاود مره اخرى. باش نعطي مثال باش خليل يعرف والناس تعرف. ايمن عبد النور في بدايه المسيره نتاعو مشى لفدا بريم، عمل 6 اشهر في عمره هو بالضبط ورجع، لكن رجع للنجم الرياضي الساحلي وخدم على روحه فورس دو كاركتير المونتال القوي. بعد عام عاود رجع لتولوز بصفقة ممتازة، ثم تحول إلى موناكو، ثم تحول إلى فالنسيا وين لعب ضد ميسي وضد رونالدو وغيرهم، ثم تحول وعمل كارير كبير ياسر في تركيا وبالتالي يا خليل راهي فرصة العمر هذه، اخدم على روحك وخلي كل شيء بيد ربك.